تيجوا نشكل بقى الهمبرجر والكفتة. الهمبرجر هديله معلقة مستردة وشوية مايونيز صغيرين وممكن كاتشب او صلصة. تمام. ده طبعا اللي هشكل فيه اهو. عملت نسكافيه عشان مصدعه، ودي الطبق اللي انا هحط فيها. تعالوا نعمل الكفته الاول وبعدين نعمل الكفته وبعدين نعمل الهمبرجر. بقسماط كده حسب الحجم اللي انت عايزاه. انا هعملها بيضاوي كده. كده هعملها في البقسماط من غير بيض. من غير بيض. هسويها كده احطها كده. من واحدة تانية معاكم. طبعا كل ما تبيتوها في التتبيلة كل ما يبقى احلى. اللي عايز يعملها مدور يعملها، واللي عايز يعملها كده بيضاوي يعملها. طبعا انا سبتها شوية، لا مش شوية، كتير. كده ايدي وجعاني جدا جدا جدا، بس هعمل ايه؟ الحمد لله مفيش حد بيروح شغل يا جماعة صاحب الشغل بيرحمه. لا، عشان كده انا عايزة القناة تشتغل والدنيا تظبط معايا وابقى براحتي بقى. دي كمان واحدة اهي. هتحطوها في الفريزر. ها خلاص بقى الكمية وارجع لكم تاني. حبايبي كده ايه. شوفان نعميه نعميه يعني طحنيه كويس. كده 6 فوق و7 تحت. هنحط صلصة بدل الكاتشب شوية مش كتير، بس شوية مستردة برضو مش كتير. هنديها عينة بقى كده. نسيت والله ان انا عندي جوندات. نسيت خالص. صح ولا مش صح؟
تصدقوا كده احسن. ده اللي انا هشكل بيه. يعني لو ما عندكيش مكبس ما تقفيش على حاجة. يا حبيبي ده شكلها بعد ما اتعملت بقى في الطبق كده. اللي عايز يستبعد اي حاجة من اللي انا حطيتها، مستردة، مايونيز، اي حاجة يستبعدها يا حبايبي، ولا زيت ولا اي حاجة. ده شكلها. حاجة معمولة في البيت ونضيفة وموفرة برضو. ممكن تعملي بربع كيلو، ممكن تعملي بنص كيلو، زي ما انت عايزة. ده الشكل النهائي. كيس كده خلاص الكمية وارجع لكم تاني. الإضاءة وحشة صح؟ الإضاءة وحشة قوي قوي. ايه بص، عملت دول كده صغيرين عشان انا الاطفال بتحبه صغير كده، في عيش صغنون كده بنعمله لهم فيه. عملت دول 6 ودول طلعوا 7. ادي الكفتة طبعا، هشوف لو ليا نصيب احمرها معاكم هبقى اصورها واحمرها معاكم. اعملوه على الطريقة دي وجربوا وقولوا لي ايه رأيكم، ولايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس يا حبايبي ده صابون وليمون وخل. ايه اجي انضف لك، بيخلي الرخامات زي الفل تلمع كده، بتلمع. اعملوا الخلطة دي هتعجبكم، او بوتاجازات، رخامات، احواض، كله 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 كله. بسم الله الرحمن الرحيم. بوطي النار على قد ما اقدر.
والله العظيم انا عماله اصور وانا رايحه وانا جايه وانا رايحه وانا جايه، ومش عارفه ان هو بيصور اصلا. دي اتفتحت مش مشكله، نعمل ايه؟ نعمل كده عادي، نتصرف. معندناش كاتشب برضو مش مشكلة، ماشية مايونيز. حط كده بس احنا هنشيل البذرة بتاعت الطماطم. هنحط كده ونديها برضو ايه كام خصاية كده، لازم ندلعها. ونديها كده، دي واحد. هو فك من بعض، هنعمل ايه طيب؟ هنقول له فكت لي، نمشي الدنيا بقى كده. لا نسينا نحط الاول خس. يبقى زي اللي احنا شايلينه من بره بالظبط. نحط خس كده كده كده، بعدين ندلعها، لازم ندلعها الايه اي حاجه وخلاص. نديها برضو مايونيز كده، ونحط كده فوق بعضيه كده. تمام، دول نحطهم كده ثانيه. نعمل الصغنون بقى، العيش الصغير ده. ندي برضو مايونيز. قرب يخلص ولا ايه؟ في ايه؟ ندي كده خس وشريحة طماطم صغننة، ونديها مايونيز، ونحاول نظبط الكلام. تمام تمام. انا هولعه الفرن ثانية علشان كده. نديها برضو خس. تمام، مايونيز شوية، طماطم. بصوا ده عيش بلدي بس عيش صغير يعني. بحاول اخليه يشمع في الفرن سنة عشان ايه، حاسه ان العيش هيتفتفت فبشمعه اهو. بصوا ده خس برضو دلع.
بندلع الدنيا. ايه رأيكم؟ طماطم. المهم الشكل النهائي بقى، هوريكم الشكل النهائي، مالكوش دعوة بكل اللي حصل ده.